ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. لو سألتك تعرف ايه عن الاهرامات اكيد هيجي في بالك اهرامات الجيزة والملوك اللي بنوها واتبنوا امتى وهكذا. والحقيقة ان في نظريات وحقائق غريبة عن الاهرامات غالبا ما كنتش تعرفها قبل كده. فيلا بينا نتكلم عن اغرب الحقائق والنظريات عن اهرامات الجيزة. أول معلومة صدمة أكتر من كونها غريبة إنه بناء الهرم الأكبر استمر حوالي 20 سنة وشارك فيه عشرات الآلاف من العمال، وبيتكون من حوالي 2.3 مليون قطعة حجرية بيتراوح وزن القطعة من 2.5 ل 15 طن، وطريقة نقلهم من المحاجر لغاية مواقع البناء بتمثل لحد دلوقتي لغز كبير. ده غير ارتفاعه اللي بيبلغ 146.5 متر، واستمر كأطول مبنى في العالم لمدة 3800 سنة. لو جينا بصينا على مواقع بناء الأهرام هنلاقي إنها تتطابق مع مواقع نجوم حزام أوريون بالظبط. الحزام بيتكون من 3 نجوم، واحد منهم أقل في الحجم ودرجة التوهج، كمان بينحرف شوية عن مستواهم. وبالمقارنة بالأهرام هنلاقي إنه هرم منكورع أقل حجم من هرم خوفو وهرم خفرع، وبرضه بينحرف عن مستواهم شوية. إضافة كمان إن الأهرامات موقعها غرب النيل، وهنلاقي برضه إن حزام أوريون غرب حزام المجرات أو المعروف بنهر المجرة، وده الحزمة الضبابية اللي بتقطع السماء من الشمال للجنوب. وده يورينا إن بناء الأهرامات في المواقع دي بالظبط نابع من المعرفة العميقة للمصريين القدماء بعلوم الفلك. من أغرب النظريات المنتشرة إن الفراعنة مش هم اللي بنوا الأهرام، وده لأن مستحيل يكون في ناس في نفس حجمنا قدروا إنهم ينقلوا الأحجار واللي وزنها بيوصل لأطنان من المحاجر لغاية مواقع البناء، مع الأخذ في الاعتبار إن جزء من الأحجار تم إحضاره من أسوان لغاية الجيزة. ومن الغريب إن ناس بالحجم ده وبالأدوات البدائية تقدر تنقل الأحجار دي. كمان برضو من النقط اللي بتدعم النظرية دي كم التناقض بين الأبنية الضخمة زي الأهرام وبين البيوت العادية، واللي كانت معمولة من الطوب بطريقة بدائية لا ترقى لمستوى بناء الأهرام. ده غير كمان عدم وجود أي نقش على تمثال أبو الهول، على الرغم إنه مفيش أي معبد أو هرم كانوا موجودين ساعتها إلا وعليها نقوش من كل حتة. النظرية بتقول ده لأن أبو الهول كان مدفون تحت الرملة في زمن الفراعنة، فبالتالي ما عرفوش يكتبوا أي حاجة عليه. ده غير كمان إنه كتير من التماثيل هنلاقي عليها اسم أكتر من ملك بينسبها لنفسه، وده بيأكد أكتر إن مش هم أصلا أصحاب الحضارة دي. صاحب النظرية دي هو الكاتب محمد سمير عطا، واللي نشرها في كتابه الفراعنة لصوص حضارة. الكاتب بيقول إن البناة الحقيقيين للأهرامات هم قوم عاد، مستشهد بآيات من القرآن الكريم زي في سورة الفجر الآية 5 و6 و7: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ده غير كمان في سورة الأحقاف الآية 24: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وبيقول الكاتب إن المقصود هنا بأوديتهم هي مصر، لأن مصر فيها وادي النيل، ده غير الأودية المتفرعة منه. بيقول الكاتب برضو إن قوم عاد من المنطقي إنهم يبقوا بناة الأهرام نظرا لحجمهم الضخم، واللي شبههم ربنا سبحانه وتعالى بأعجاز النخل، وإنهم هم الوحيدين اللي يقدروا ينقلوا أحجار بالأحجام دي. ده غير كمان أحجام أبواب المعابد واللي بتكون ضخمة جدا للإنسان العادي، لكنها مناسبة لأحجام قوم عاد. قوم عاد ربنا أهلكهم بريح قوية جدا، وده ممكن يكون السبب في تغطية تمثال أبو الهول بالرمال وعدم تمكن الفراعنة من الكتابة عليه. في نظريات كتير منتشرة عن مين هم بناة الأهرام، يعني في ناس بتقول الجن وسيدنا سليمان اللي كان أمرهم بكده، ناس بتقول اليهود بحكم إن الفراعنة كانوا مستعبدينهم، وفي نظريات أغرب زي إن كائنات فضائية هي اللي بنت الأهرامات. لكن نظرية قوم عاد تعتبر الأكثر منطقية وانتشارا بينهم. كتير مننا معتقد ان الاهرامات موجودة بس في الجيزة ومعاهم كام واحد كده زي هرم زوسر، لكن الحقيقة ان الاهرامات كانت ثقافة منتشرة في الوقت ده، ومش في مصر بس لكن في اجزاء كتير من العالم.
في مصر يوجد 135 هرم ممتد على وادي النيل من الجيزة لحد الفيوم، وفي النوبة شمال السودان موجود أكتر من 220 هرم، ده غير أهرامات حضارة المايا في المكسيك، وأهرامات العراق، وأهرامات روما، وأهرامات الطاي في سيبيريا، والأهرامات الغارقة تحت البحر في اليابان. فتقدر تقول إن الأهرامات كانت ثقافة منتشرة ساعتها. بس الغريب في الموضوع إن هل كل سكان المناطق المختلفة دي كان عندهم نفس المعتقدات اللي تخليهم يبنوا الأهرامات ويبذلوا فيها كل المجهود ده عشان تكون مجرد مقابر لملوكهم، ولا في حكاية تانية؟ وده ياخدنا لأغرب نظرية معانا النهاردة، واللي بتقول إن الأهرامات ما كانتش مقابر ولا حاجة، وإن الموضوع أعمق من كده بكتير. صاحب النظرية دي هو العالم الإنجليزي كريستوفر دان، ونشرها في كتابه تكنولوجيا مصر القديمة المفقودة. اعتمد كريستوفر على كذا نقطة لهدم فكرة إن الأهرامات كانت مجرد مقابر. أولها هو أصلا تسمية الأهرامات، والمشتقة من اللغة اليونانية القديمة وهي بيراميس، يعني مشاعل النار، وأول من أطلق عليها الاسم ده هم فلاسفة اليونان أثناء زيارتهم لمصر. كمان بيقول إنه لو كان فعلا الأهرامات مجرد مقابر، فليه تم تصميم ممراتها بالشكل الضيق ده، واللي ما يسمحش للبني آدم العادي لدخولها بشكل مستقيم؟ ده غير عدم وجود أي مومياء أصلية داخل أي هرم من أهرامات مصر، وعدم وجود نقوش أو محتويات المقبرة الطبيعية داخل غرف الدفن. بيقول كريستوفر إن الأهرامات كانت مصانع لتوليد الطاقة، ومحطة التوليد الرئيسية هي الهرم الأكبر. عشان نفهم ميكانيكية توليد الطاقة داخل الهرم، محتاجين نحلل كل غرفة وممر داخل الهرم، والموضوع كله بيبدأ من الغرفة السفلية. لو جينا بصينا على الغرفة السفلية والممرات المؤدية ليها، هنلاقي إنهم أشبه بمضخة رام عملاقة، وهي مضخة بتستخدم لرفع المياه بدون استخدام أي كهرباء أو وقود، فقط بالاعتماد على الضغط اللي بتولده المية أثناء نزولها في ممر ضيق وطويل. وفي الحالة دي الممر للغرفة السفلية يمثل ممر دخول المياه، وكان بيتم تجميع المياه وحجزها عن طريق السور المحيط بالهرم، ومن ثم دخولها للممر نزولا للغرفة السفلية. وعند ارتطام المياه بجدران وسقف الغرفة بتولد نبضات صوتية ترددها مطابق لتردد أحجار حجرة الملك، واللي بيسبب اهتزازها نتيجة ظاهرة تعرف بالرنين. واللي يأكد ده أكتر إن غرفة الملك مبنية بشكل حر وغير متصلة ببقية الهرم، والبناء الحر ده بيساعدها على الاهتزاز نتيجة النبضات الصوتية الصادرة من حركة المياه مع عدم التأثير على بقية الهرم، وإلا كان انهار نتيجة الاهتزازات دي. من الملاحظات الغريبة إن الغرفة السفلية يوجد فيها تآكل ونحت طبيعي بينتج عن المياه، وده يأكد كلام كريستوفر أكتر. بالنسبة للغرفة الوسطى هنلاقي إنها متصلة بممرين ارتفاعهم لا يتجاوز 20 سنتي، وده يوضح إن الممرات دي كانت غير مصممة للاستخدام البشري. الممر الشمالي كان مغطى بآثار مادة غريبة، ولما تم تحليلها اتضح إنها زنك مهدرج، وفي الغرفة نفسها وجد آثار لكلوريد الزنك، وفي الممر الجنوبي آثار لكلوريد الهيدروجين. وده يبين إن غرض المركبات دي هي توليد الهيدروجين عن طريق صب مواد التفاعل من الممرين، وحدوث التفاعل بين كلوريد الهيدروجين والزنك، وخروج الهيدروجين كناتج للتفاعل، وبقاء كلوريد الزنك في الغرفة. وبيتم تجميع الهيدروجين في البهو الكبير وإيصاله لغرفة الملك. البهو الكبير كان ليه وظيفتين، الأولى هي تضخيم موجات الصوت القادمة من الغرفة السفلية، والوظيفة الثانية هي توصيل الهيدروجين لغرفة الملك. جهاز الميزر هو جهاز يعمل على إنتاج موجات كهرومغناطيسية متماثلة في التردد والطول الموجي، تم صنعه في خمسينيات القرن العشرين. علشان يبدأ الجهاز بإنتاج الموجات محتاج غرفة خالية من المعادن، ومدخل للهيدروجين، وموجه للموجات، ومخرج ليها، وبين الموجه والمخرج لابد من وجود الكوارتز أو الألماظ، ومحفز للألماظ غالبا بيكون مصدر كهرباء. طب ده إيه علاقته بالهرم؟ الحقيقة إن غرفة الملك عبارة عن ميزر عملاق، فهي مزودة بمدخل للهيدروجين وهو البهو الكبير، وممرين بيعملوا كموجه ومخرج للموجات، والتابوت المصنوع من الجرانيت واللي بتصل نسبة الألماظ فيه ل60% موضوع في منتصف الغرفة. كده ناقصنا المحفز للألماظ، وهنا يجي دور موجات الصوت اللي كانت صادرة من الغرفة السفلية.
وبكده يتم إنتاج الموجات الكهرومغناطيسية من غرفة الملك. واللي بيدعم أكتر الكلام ده إن التابوت كان منصهر من الجزء الأمامي نتيجة الحرارة العالية، ده غير تغير ألوان أحجار الغرفة للون الأحمر نتيجة التفاعلات اللي كانت بتحصل. بعد إنتاج الموجات بيتم تجميعها في قبة الهرم واللي برضه مصنوعة من الألماظ، وبعد كده يتم توزيعها عن طريق المسلات واللي كانت منتشرة في أنحاء مصر وبرضه معمولة من أحجار الألماظ. وبالنسبة لبقية الأهرام فتقدر تقول إنهم بمثابة محطات تقوية ونقل للطاقة. بس حط في الاعتبار إن الكهرباء دي مختلفة عن الكهرباء اللي نعرفها حاليا، دي بتسمى بالكهرباء الساكنة، أشبه بالكهرباء اللي العالم الصربي نيكولا تسلا حاول يولدها عن طريق برجه الشهير. يعني تقدر تقول إن برج تسلا أشبه بالهرم الأكبر. في أبحاث اتعملت على موجات الكهرباء الساكنة ولقت إن التعرض ليها بكميات معينة بيساهم في الحفاظ على البشرة ومحاربة الشيخوخة. ولو جينا شفنا الآية 129 في سورة الشعراء واللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، فهل ربنا يقصد هنا بالمصانع الأهرام ودورها في محاربة الشيخوخة والوصول للخلود؟ ممكن، لكنه تفسير غير مؤكد. النظرية دي بتفتح أبواب لتفسير أشياء كتير مجهولة في الحضارة المصرية. فبما إن الأهرام مولدات للطاقة فأكيد في أجهزة بتستخدم الطاقة دي، وده ممكن يفسر إن بناء الأهرام ما تمش بأدوات بدائية لكنه تم بالأدوات المتطورة اللي لا تزال مجهولة حتى الآن. طيب يا ترى إيه السبب في توقف الهرم عن إنتاج الطاقة؟ الحقيقة إنه تم اكتشاف إن حجرة الملك اتحركت عن موضعها الأصلي بمقدار 7 سم إلى جانب تحرك التابوت من منتصف الغرفة إلى جانب الجدار، ووجود تشققات في سقف الغرفة واللي اتضح إنها ناتجة عن انفجار حصل في الغرفة واللي بسببه تم توقف الهرم عن العمل واستخدامه بعديها بفترة كمقابر للملوك. لكن برضو في عدة أسئلة بتطرح نفسها. لو تم توقف الهرم عن العمل، طب ليه ما تمش بناء هرم تاني بداله أو استخدام هرم تاني كمولد؟ وأصلا إيه سبب الانفجار؟ ويا ترى راحت فين مظاهر التكنولوجيا اللي بيستخدموا الكهرباء علشانها؟ للأسف كل دي أسئلة لسه ملهاش أجوبة حتى الآن. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في النظريات دي. لو عجبك الفيديو أو أضاف لك معلومة جديدة حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.